انت عزيزي المشاهد واكل شارب مغطي من البرد هاني، بلادك هانية ومع ذلك غالبا عندك تليفون مدقدق، عيان مرة. كتدور وجهك الجهة الاخرى كتلقى واحد في غزة ما عنده لا ما لا ماكلة، عايش في خيمة متقوبة كتدخل الماء والبرد وعنده ايفون 17 برو ماكس. How? Hold on, bro. قبل ما نكمل الهضرة ما تنساوش تدعيو معاهم دابا وفي كل صلاة الله ينصرهم ويصبرهم، ودير معك واحد الاشتراك دعم به هاد القناة الجديدة وكون من اوائل المتابعين ديالها. اما اللايك ديرو في الاخر الى عجبك الفيديو، ونكملوا الفيديو ديالنا. اهل غزة ماشي كلهم فقراء، كاين واحد النسبة اللي صغيرة عندهم الفلوس، المشكل انهم ما عندهم ما يشريو بها. ها الفلوس كاينة ولكن الماكلة اللي عنشريوها ما كايناش. الاحتلال الظالم كيسمح لكمية قليلة من المساعدات بالدخول. مؤخرا سمح بواحد العدد ديال الأجهزة الإلكترونية باش تدخل لغزة، اللي منهم الآيفون 17. واحد النقطة بعدا، ماشي غير دخل الآيفون 17 الناس غزة كلهم تسابقوا عليه، غير واحد النسبة اللي صغيرة بزاف اللي شراوه. غتقولوا لي واسي محمد راه الايفون غالي وخا لاباس عليهم، راه ماشي حتى لديك الدرجة. غنقول لكم عن طريق التبرعات. اللي عندهم ايفون 99% منهم مشاهير، والمشاهير عندهم بزاف ديال المتابعين، ماشي فحالي. كون قلت لك دابا انا غزاوي كون درتي متابعة. من حد خرج على موضوع الفيديو نعطيكم واحد المعلومة. كاين شي وحدين الله يهديهم كيفاش صفحات على انهم من غزة، كيمشيو للشيخ لا او لا حتى شي دار رايبة وكيصوروا تما على انها غزة، وكيستغلوا التعاطف ديال الناس باش يطلع الكونت ديالو. وكاين منهم اللي كيمشي بعيد كاع وكيحط الرابط ديال التبرعات، حيت كاين بزاف ديال الناس كيتقولبوا. حدنا هنا رجعوا للفيديو. كاين منكم اللي كيتسائل علاش اسرائيل الله يخلصهم في الدنيا قبل الاخره كتسمح بدخول الهواتف وما كتسمحش للطعام والماء والادويه وداك الشيء باش يدخلوا. دخول الهواتف عندها فيه مصلحه ماشي فحال المواد الاساسيه. المعابر اللي كتدخل منهم المساعدات اسرائيل كتحكم فيهم، عندها القدره باش تفتح الاجهزه ودير فيهم برمجيات تجسس يقدروا يتصنتوا بهم على اهل غزه ويعرفوا المكان ديالهم ودير التجمعات باش يستهدفوهم بدقه عاليه. كاين سبب اخر اللي موجه للعالم الخارجي والمنظمات الدوليه ومحكمه العدل الدولي، كيبغيو يبينوا للعالم الخارجي بانهم عايشين حياه رفاهيه باش ينقصوا من التعاطف الدولي. دابا انت اعزيزي المشاهد الى وريتك هاد جوج تصاور، مع من غادي تتعاطف؟ 100% مع هادي اللي كتجسد المعاناه. ميمكنش غادي تتعاطف مع واحد عنده اخر ايفون اللي الثمن ديالو غالي بزاف. هادشي اللي باغي يوريك احتلال، باغي يوريك انه اهل غزه عايشين احسن منك، ولا ما كانوش عايشين احسن منك على الاقل انهم بخير. تقدر تقول ان الخطه ديالهم نجحت شويه، والدليل انه مبقيناش كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات على معاناه اهل غزه فحال الاول. بنادم فحال لا طمئن عليهم وكيقولوا صافي راه حبس اطلاق النار والمساعدات راه كتدخل يوميا. وهذا الشيء غلط، الاحتلال باقي كيضرب والمساعدات قليله. في الاخر من هذا الشيء كامل ماشي كلشي عنده ايفون، غير قليل من المشاهير ولا الاغنياء، واهل غزه ما عايشينش بخير. كل نهار تقريبا الاحتلال كيقتل واحد العدد واخا قليل ولكن راهم ارواح. ما تنساهمش بالدعاء في كل صلاة هما والاهل السودان الله ينصرهم ويصبرهم ساكن. دير واحد لايك واشتراك دعمني به، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.